اللي عم بتنفذيه لليوم وعم بيشوفوه عبر روتانا مش هين. ميرسي، يعني بتشكر الله دايما على الحب اللي ينعم بأي حفلة، بأي مهرجان، بأي لقاء. النجاح بتلمسه بدخولك المطار، على الشارع، الناس اللي بتنطرك بالأوتيل انت وظاهر انت وخارج، رأيهم بالأغاني، رأيهم بالكليبات. النجاح عم تكون انت على مسرح وعم بيطالبوك بالأغاني وحبهم وصريخهم لك، هذا كله نجاح أكيد. هلا بعد الطلة اللي كانت بتعقد وكنت بهالفستان الاصفر مثل الشمس مضوية، خبرينا شو ترك فيك اثر. هلا فبراير اكثر من رائع كان. شو بدي اقول، بالفعل سهرة من العمر، جمهور الكويتي بيعقد، إدارة المهرجان، الصحافة هونيك، من كان ان تي في راي لتي في روتانا لتي في الكويتي. قلت لهم بعرف جمهور الكويتي، يعني هذا هو الجمهور اللي بيهيص وبحب الفن وبحب، فكان من المهرجان كثير مهم هلا فبراير. شايفينك هلا جاي من المطار، يمكن فكروا المشاهدين في كليب انت وطارق. طارق التمشيطة الحلو اللي كمان ساكن معي اكيد، لانه بالسفر دائما طارق اختصاص الشعر، يعني الميك اب كمان كانت ندى خامو، وكل الفريق اللي كانوا معي والشباب والفرقه. ايه، بدنا ننهي اللقاء معك بمعايدة منك لكل الامهات بعيد الامهات. بدي لك سبقتني. الله يخلي لك امك، يخلي كل ام عربيه وكل ام، لانه الام حنان ما بيكفي الحياه، وما حدا رح يحبه بالانسان قد امه. فالله يخلي لي امي ويعطيها الصحه وتضلها فوق راسي، ودعواتها بتكفي لي. ولكل ام بقول لها ما بقدم لك الا كل محبه وتقدير، لانه اكبر عطاء اعطيتيه هو الامومه، والله يخلي لي امي.